السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شباب؟ ان شاء الله انكم بخير. معكم طارق وجايب لكم فيديو جديد. اليوم عندنا شرح للساند جنريشن او مصنع الرمل او ماكينة الرمل، على حسب انتم ما تسمونها. على انت اللي تبي سمها اللي انت تبي. طيب، خلوني اوريكم وشلون تشتغل. تشغل الليفر، تبدأ تشتغل. خلوني اقصر الصوت. طبعا زي ما انتم شايفين هذا الرمل يطيح، وبعدين ما اخذه بعد ما اطفيه. يعني زي ما انتم شايفين بصاروخ حصلنا هالرمل. طيب الحين خلوني برمي هالرمل اللي ما احتاجه. أه طيب، والآن خلونا نبدأ الشرح. أول شيء راح تحتاجون 5 من الريدستون تورج، 6 ريدستون ريبيتر، أه أه أي بلك ينحط عليه الريدستون، يعني تقدر تحط فوق الريدستون، يجي فوق الريدستون، و تجيب الكمية اللي تقدر عليها. لكن انا ما ادري كم بالضبط راح تحتاج من بلوك، لكن انا جبت ستاكين احتياط بس، ومع اني ما اظن انها راح توصل ستاك واحد بس. طيب، 4 بستن، 8 ستيكي بستن، 1 ليفر، 4 ساند، 20 ريدستون. طبعا شباب انتبهوا للشرح، يعني تشوفوا الشرح لين اخره، لان ممكن يكون عندي غلط في اللي تحتاجونها، الاغراض اللي تحتاجونها. عشان كذا انتبهوا للشرح عشان ما تروحون تجيبون اغراض وفي النهاية ما نستخدمها. طيب الان تحطون لكم هنا ستيكي بيستن بهالطريقة، يصير يفتح من هنا. تحطون هنا عليه البلك اللي اي بلك اللي هو البلك اللي قصدناه في المتطلبات، وتحطون فوق بعد بلك، وتحطون فوق البلك ليفر زي كذا عشان يدفها كذا، وتكسرون هنا بلوك وتحطون ريدستون تورج. بعد كذا تجي توصلون ريدستون كذا، تحطون بلوك وتوصلونه. تحطون هنا 1 ستيكي بيستن وتحطون بلوك، وتحطون تكسرون هنا تحت هذا، تحت البلوك هذا هنا وهنا ريدستون تورج، ريدستون تورج. وتحطون هنا ريدستون ريبيتر واحد، وتضغطون عليه باليمين مرة واحدة، يعني تزيدون وقته مرة واحدة. طبعا زي ما انتم شايفين قامت تعيد الماكينة. يعني الحين شغلنا تمام، اذا قامت تعيد يعني شغلنا تمام. بعد ما سوينا هالاشياء نحط هنا، نوصل مع هذه الجهة اللي فيها ريدستون، ريدستون بعد واحدة، ونحط بلوك، ونحط فوق البلوك ريدستون تورج، وهنا نحط لنا ريدستون ريبيتر، ونحط هنا بلوك وزي كذا. الآن خلاص انتهينا من الريدستون تورج، ما عاد نستخدمه. تحطون هنا 1 ريدستون ريبيتر، تنزلونه واحدة، تضغطون عليه بزر اليمين مرة واحدة، وهنا نفس الشيء بزر اليمين مرة واحدة. تحطون فوق الريدستون تورج بليك واحد، وجنبه بعد بليك، يعني عشان يصير زي كذا، بعدين يصير زي كذا شكله. خلوني اوريكم بعد ما انهى الجهة زي كذا وتمام. طيب الآن تحطون هنا فوق في هذه الجهة 1 ريد ستون ريبيتر، بس ما تحركونه، يعني تخلونه عادي ما حركتوه. وتحطون بعد مع هذيك الجهة طبعا انا حاط سرفايفل مو بكرييتيف عشان نتأكد من المتطلبات اذا هي العدد المطلوب. طيب الآن انتهينا من الستون ريبيتر. نجيب نرقى كذا ونحط بلوك كذا، وبعدين نحط هنا ستيكي بيستن، ونحط تحته
البلك حقنا، تحطون كذا، تحطون هنا ريدستون كذا، وتوصلونها لين هنا، بس ما تشبكونها في الريبيتر، لا تشبكونها. ونفس الشي خلونا نحط بعد هنا ستيكي زي كذا، وبعدين نكسر الاشياء اللي ما لها داعي. طيب الان تجون من هنا تكسرون، يعني تشيلون الطين، تحطون بداله ستيكي بيستن زي كذا بهذه الطريقة. وهنا تشيلون هذا الطين بعد، وتحطون بداله ريدستون. الآن زي ما انتم شايفين سوينا أول خطوة، يعني ما عاد بقى لنا إلا خطوة قصدي. طيب الآن مع الجهة اللي انتم موصلين معها ريدستون، مو بالريبيتر، لا الجهة اللي فيها ريدستون زي كذا، هذه الجهة اللي ما فيها ريدستون ريبيتر، لا هذه الجهة، ترقون فوق وتحطون هنا ريدستون، وتوصلون كذا، وتسوون زي كذا، عفوا كذا، تحطونه زي كذا. انتبهوا لازم تكون بهالطريقة ولا بتجيكم يعني مشكلة، ولازم تكون مع جهة ريدستون، ولا لو حطيتوها مع جهة ريدستون ريبيتر راح تجيكم ما راح يضبط، ما راح تضبط الماكينة. وتحطون بستن بهالطريقة، يا الله ما يكون فاتح على قدام. خلوني نرجع عشان يكون واضح كذا. خلونا بهالطريقة، خلونا نمشي شوي كذا وكذا. الآن خلصنا آخر خطوة، ما عاد بقى إلا أسهل شيء. خلونا ننزل شوي. الآن ما استخدمنا إلا حوالي بس 14 بلوك، يعني 14 بلوك تحتاج بس. والمكونات مكونات خلطة هي ولا كيكة لا شو اسمه، اللي تحتاجونها الأشياء زي ما قلت لكم، نفس العدد ما في نقص. يعني تمام شغل. وبعد ما تشغلونها، بعد ما حطيت الرمل هنا، زي ما انتم شايفين هذه اشتغلت. اتمنى يكون الشرح واضح وعجبكم، واتمنى تكونوا فهمتوا واستفدتوا، اهم شيء انكم تستفيدوا. طيب خلونا الحين خلونا اطفي هذه بس. زي ما انتم شايفين في وقت قصير جبنا ستاك ونص. خلونا نوريكم بعد في شيء. خلوني اعيد لكم هذه اللي ما انتبه لها عشان تتأكدون. هذه خلوها لا تحركونها، هذه حركوها مرة واحدة، حركوها مرة واحدة، هذه بعد حركوها مرة واحدة، هذه لا تحركونها، هذه لا تحركونها. والطريقة تكون زي كذا، طريقة المصنع لازم تكون زي كذا. بس حبيت اوضح لكم بعد زيادة اللي ما عرف الطريقة. هنا لا توصلون بالريدستون ريبيتر، انتبهوا توصلون بالريدستون ريبيتر. هنا تحطون ستيكي بستنات على فوق، هنا البستنات العادية على قدام. هنا توصلون ريدستون للبستنات العادية. وهذه طبعا هذه البلك اذا نزل تحت راح يوصل البلك للريدستون ويشتغل. عشان كذا هذا اللي يستخدم ستيكي بستن. لو حطينا الريدستون ريبيتر ما ادري وش السالفة، بيصير اسرع وما راح تضبط الطريقة. بس شباب اوه كسرت ما علينا. ستيكي بستن. طيب اتمنى يكون الشرح اعجبكم، واتمنى تكونوا استفدتوا. لا تنسون تسوون لنا الاشياء الحلوة تعرفونها ولا اقولها، شير او مشاركة، اشتراك او سبسكرايب، لايك او اعجبني، مفضل فيوريت او مفضلة. كما كنت طارق، سلام.